في القرن الخامس عشر وبالضبط في أوروبا كانت إيطاليا مازال كتعيش تحت الحكم الإقطاعي اللي خلاها تكون مجزأة لدويلات كتفصل ما بين الريف والمدينة. ومن بين هاد الدويلات واللي كانت كتعيش في صراع دائم فيما بينها دويلة فلورنسا، واللي كانت مسقط رأس الفيلسوف السياسي ماكيافيلي، واللي كانت كتعرف انتعاش اقتصادي مهم آنذاك، بحيث أنها كانت كتميز بالموقع التجاري ديالها، الشيء اللي غيخلق طبقة رأسمالية انتشر المد التجاري ديالها لدول مختلفة عبر العالم. أما في الجانب السياسي فكانت فلورنسا كتخضع لحكم طبقة أرستقراطية استبدادية وهي أسرة ميديتشي، واللي حاولوا يحافظوا على الأنظمة الجمهورية القديمة ويخلقوا توازن ما بين الدول المجاورة. ففي العهد ديال الأمير ميديتشي اللي كان كيسميوه الفلورنسيون بلورينزو العظيم نظرا للنهضة والازدهار اللي عرفاتها إيطاليا في الفترة ديال الحكم ديالو، غير أن هذا الاستقرار النسبي ما غيستمرش أكثر. ففي الفترة ديال الحكم ديالو واللي كانت ما بين 1469 و 1492 غيتعرض الأخ ديال الأمير لورينزو للاغتيال من طرف الفئات المعارضة للحكم ديالو. وفي سنة 1492 غيتوفى لورينزو وغيجي الخلف الابن ديالو بيرو ميديتشي الثاني، واللي غيدوز فقط سنتين في الحكم ديالو، ومن بعد غيتم النفي ديالو خارج فلورنسا بعد ما تعرضت المدينة لغزو من طرف شارل الثامن ملك فرنسا. وفي نفس الفترة غيظهر حاكم جديد لفلورنسا هو الراهب الدومينيكاني سافونارولا، اللي قام بإصلاحات في الجمهورية ونجح في تأسيس حكومة تيوقراطية دينية. هذه الحكومة اللي ما غتستمرش لأكثر من 4 سنوات. وفي ظل هذه الصراعات اللي كانت كتعيشها إيطاليا آنذاك والانقسام ديالها لدويلات واللي جعلها تكون ضعيفة قدام الأطماع الخارجية، وبالضبط في سنة 1469 غيتزاد الفيلسوف نيكولا ميكيافيلي الأسرة من طبقة النبلاء. فالأب ديالو كان محامي وعنده منصب في حكومة فلورنسا آنذاك. تلقى ميكيافيلي التعليم ديالو وتعلم اللغة اللاتينية وكان محب للتاريخ، ومن بعد غيدرس القانون، ومن ثم غتبدا الميولات ديالو السياسية. وفي سنة 1498 غيتعين وهو في السن ديال 29 من العمر ديالو أمين لمجلس الحرب اللي كان كيتكون من 10 أعضاء، وبقى في هذا المنصب 14 عاما، وكان كيقتصر العمل ديالو على جمع محاضرات الجلسات والسجلات وتلخيص التقارير. وفي سنة 1507 غيعرض ميكيافيل على حكومة فلورنسا مشروع إنشاء حرس وطني من أبناء البلاد، وهذا المشروع غيكون تجسيد لأول المبادئ ديال الفلسفة السياسية ديالو، واللي كتلخص في أن الدولة اللي كتحترم من نفسها ما خصهاش تعتمد على جنود مرتزقة، لأن الجندي المسلح اللي ما كيكونش ابن الوطن ممكن يشكل تهديد على أمن الدولة. هذا الشيء اللي غتعمل حكومة فلورنسا على التطبيق ديالو، بحيث غيتكلف ميكيافيل نفسه بإعداد هذا الحرس الوطني، وبالقيادة ديالو حاصروا مدينة بيزا واستولاو عليها، وبهذا الإنجاز غتزاد الشهرة والاحترام تجاه ميكيافيلي. ولكن في سنة 1512 غيوقع واحد الحدث اللي غيؤدي لتحول جذري في حياة ميكيافيلي وفي تاريخ فلورنسا بشكل عام، بحيث أن جيوش يوليوس الثاني رئيس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وحاكم الدولة البابوية غيحتل فلورنسا وغتسقط الجمهورية وترجع بلاصتها عائلة ميديتشي للحكم، بعد ما انهارت الجيوش ديال ميكيافيلي اللي غيتسجل لفترة معينة. ومن بعد الخروج ديالو غينتقل لإحدى القرى هو والزوجة ديالو والأبناء. وفي هذه الفترة وبالرغم من الفقر اللي غيعانيه غيكتب كل الكتب اللي حدثت انقلاب في الفكر والفلسفة السياسية في العالم ككل. ومن أهم الكتب اللي ألف ميكيافيل كتاب المطارحات، واللي كان عبارة عن أحاديث حول تجارب القدامى والقانون والطباع ديالهم، وكان كيقترح في هذا الكتاب ضرورة بعث مبادئ الحكمة القديمة وتطبيقها على السياسة المعاصرة. وفي سنة 1520 نشر ميكيافيل كتاب ليه بعنوان رسالة في فن الحرب، واللي قدم فيه للدولة شرائع وقوانين السلطة العسكرية وطريقة التدبير ديالها، وكان كيقول بأن الجنود المرتزقة عار على إيطاليا وهي السبب في الضعف والخراب ديالها. كيفما كان لميكيافيل كذلك كتابات في فن القصة والمسرح، وغتكون إحدى المسرحيات اللي ألفها واللي كانت الأحداث ديالها مرتبطة بمدينة فلورنسا وعالجت موضوع أخلاق عصر النهضة غتكون هي السبب في العودة ديالو لمدينة فلورنسا
بحيث غيطلب الكاردينال جوليو دي ميديتشي من ميكيافيل اللي يكتب ليه كتاب عن تاريخ فلورنسا بعد ما نالت الاعجاب ديالو هاد المسرحيه. وفي سنه 1525 غينتهي ميكيافيلي من كتابه تاريخ فلورنسا، واللي كان كتاب ضخم كتبو ميكيافيل بلغه ايطاليه. يميز كذلك هذا الكتاب ان ميكيافيلي تجاوز الطريقه المألوفه في كتب التاريخ اللي كتجرد الاحداث وفق التسلسل الزمني، وبدل من هذه الطريقه اعتمد الروايه المنسجمه المتصله مع تحليل الحوادث والكشف عن الاسباب والنتائج ديالها. بعد ما تعرفنا على المسار الحياتي للفيلسوف ميكيافيل، غنتوقفوا الان عند اهم الافكار الفلسفيه والسياسيه اللي جا بها ميكيافيل. وكيف ما هو معروف عند مؤرخي الفلسفة، فميكيافيلي ما كانش فيلسوف كيهتم بالمسائل الميتافيزيقية أو اللاهوتية بحال الفلاسفة اللي سبقوه واللي كتبوا كتب في مجالات فلسفية مختلفة، ولكن يمكن لنا نقول أن ميكيافيلي هو فيلسوف السياسة، بحيث أن كل الكتب ديالو كتمحور حول مواضيع السلطة ونظام الحكم والدولة وغيرها من المواضيع السياسية. فالدولة عند ميكيافيل هي الوحدة الأساس للمجتمع وليس الأفراد اللي هما مجرد أعضاء داخل الدولة. ففي كتاب الأمير حاول ميكيافيل يجاوب على سؤال أساسي، وهو لماذا تنشأ الدول ولماذا تسقط وكيفاش ممكن الاستيلاء على السلطة والحفاظ عليها. وفي الجواب على هذه الأسئلة كيتوصل ميكيافيل لمجموعة من الخلاصات، من أهمها أن تأسيس الدولة خاص ياخذ بعين الاعتبار طبيعة الناس اللي كيغلب عليها الجانب الشرير حسب ميكيافيلي. داكشي علاش خاص التعامل معهم يكون بالقوة والخداع، لأن هذا هو الحل الوحيد اللي غيخليهم يحترموا النظام داخل المجتمع. فالدولة اللي كتقدر تستمر أكثر حسب ميكيافيل هي الدولة اللي كتعتمد القوة وأساليب التمويه المختلفة. وغنلاحظوا من خلال هذه الأفكار أن ميكيافيل كيفصل السياسة عن الأخلاق، هذا الفصل اللي ما كانش في الفلسفات السياسية السابقة، بحيث أن الأخلاق والسياسة كانت دائما كتمثل مظاهر التفوق الإنساني على باقي الكائنات الأخرى، وأن استعمال القوة ممكن يرجعنا درجات أقل إنسانية. والسؤال اللي كيطرح علينا مباشرة في هذا السياق هو علاش ميكيافيل اختار يفصل الأخلاق عن السياسة، وعلاش أسس الأفكار السياسية ديالو على مسلمات كتعتبر أن الإنسان شرير بالطبيعة، رغم أن هذه المسلمات كتبقى نسبية. ربما الجواب المتداول واللي غالبية المؤرخين كيتحدثوا عليه كيرجع للسياق التاريخي والظروف الاجتماعية والسياسية اللي عاش فيها ميكيافيل، واللي وضحناها في البداية، بحيث أن إيطاليا كانت دولة مجزأة، دولة منهارة كتعيش حروب داخلية وصراعات دائمة، وبالتالي فالحل الوحيد هو حاكم قوي كيتميز بخصال القوة والخداع كيف ما غنشوفوا من بعد. وفي الكتاب ديالو الأمير دائما كيميز لينا ميكيافيل بين نوعين من الحكومات، الجمهورية والملكية، كيف ما وضح لنا الطرق الكفيلة للحاكم أو الأمير من أجل الحفاظ على هذه الحكومات. فمثلا في الفصل المعنون بالأمور التي يستحق عليها الأمير المديح، كيقول ميكيافيل أن الإنسان فاش كيلقى نفسه محاط بعدد كبير من الناس اللي ما كيشكلوش مصدر الخير بالنسبة ليه، خاص يتعلم كيفاش يتعامل معهم وفق الظروف المختلفة، بحيث يكون طيب في اللحظات المناسبة وقوي في لحظات الخطر. وما خاصش الأمير ينتظر الحب ديال جميع أفراد الشعب، لأن هذا الشيء من الأشياء المستحيلة. فالتعامل مع الناس بالسخاء أحيانا يمكن يتسبب في فقدان الهبة والصلابة اللي كتميز الحاكم. وفي فصل آخر من نفس الكتاب كيجاوب ميكيافيل على سؤال مهم في علاقة الشعب مع الحاكم، وهو هل من الخير أن تكون محبوبا لدى الجميع أم الأفضل أن تكون مصدرا خوف للجميع؟ كيقول ميكيافيل أن الواجب على الأمير يكون مصدر خوف للرعاية ديالو مع الحب ديالهم ليه في الوقت نفسه، ولكن مادام من الصعوبة الجمع بين هذه الخاصيتين، فميكيافيل كينصح الأمير بالقوة ويكون مصدر خوف للجميع، لأن الناس بالطبيعة ديالهم ميالون للعنف وناكرون للجميل، فما دمت تقدم لهم مصلحة معينة فهم مستعدون للتضحية بأنفسهم، ولكن في حالة الشعور ديالهم بالضعف ديال الأمير فهم قادرين يثوروا على الحكم ديالو ويرجعوا حالة الدمار والخراب. وفي هذا السياق خاص الأمير حسب ميكيافيل يستعمل كل أساليب الدهاء والمكر والخداع
باش يقدر يحافظ على السلطة ديالو، لأنه أحيانا القوة لوحدها غير كافية. كيقول ميكيافيل في هذا السياق: إن تجارب عصرنا أثبتت أن الأمراء الذين قاموا بجلائل الأعمال لم يكونوا كثير الاهتمام بعهودهم والوفاء بها، وتمكنوا بالمكر والدهاء من الضحك على عقول الناس وإرباكها، وتغلبوا أخيرا على أقرانهم الذين جعلوا الإخلاص والوفاء مبدأ لهم. ميكيافيلي كيشبه عالم الانسان والمجتمع بعالم الطبيعه والحيوانات. داكشي علاش خاص الامير يتعلم طريقه عمل الحيوان، بحيث خاصو يقلد الثعلب والاسد معا، لان الاسد ما يقدرش يحمي نفسه من الفخاخ رغم القوه ديالو، وفاش كيكتسب خصال الثعلب والاسد غيكون قادر يتجاوز الفخاخ وارهاب الذئاب. والفخاخ في عالم الانسان هي المكائد والانقلابات اللي محتمل توقع للحاكم وتؤدي لفقدان السلطه ديالو. اما الذئاب فهي كل المعارضين للسياسه ديالو واللي خاص يتعامل معهم بالقوه حسب ميكيافيل. الامير لميكيافيليا الغايه تبرر الوسيله، وغيرها من العبارات اللي كنصادفوها في بزاف ديال المؤلفات وكتستعمل في الحياه اليوميه كتعبير على الجانب النفعي البراغماتي اللي جا به ميكيافيل واللي دمر فيه كل المبادئ الاخلاقيه الانسانيه. حسب بعض المفكرين فهما كيعتبروا بان هاد الافكار اللي جا بها ميكيافيل هي افكار شيطانيه، لدرجه انهم وصفوه بمعلم الشر ومبعوث الشيطان. وهذا الشيء لأنه كان كينصح القادة بتجنب القيم الإنسانية بحال العدالة والرحمة والاعتدال ومحبة الشعوب ديالهم. وعكس هذا التصور كاين مفكرين ونقاد اللي شافوا في الأفكار الميكيافيلية بأنها عبارة عن نقد واضح للحكومات وكيفية الاشتغال ديالها، بمعنى أن ميكيافيل ما كانش باغي يدعم سلطة الحاكم بقدر ما أنه كان كيحاول يفضح أو أنه يعري لنا صورة الحكام والقوة والطرق اللي كيتعاملوا بها مع الشعوب ديالهم. وفي الأخير سواء اتفقنا مع أفكار ميكيافيلي أو اختلفنا معها، فميكيافيلي غيبقى من الفلاسفة السياسيين اللي خلوا تأثير كبير في النظرية السياسية الحديثة. شكرا لكم على المتابعة وإلى فيديو قادم.